فطالب هنا يسأل عن الدليل على فساد نظرية داروين، لأنها قد أصبحت كما يقول الطالب يكفي دليلا أن تقول أنها نظرية يا بني، يكفي دليل أن تقول أنها نظرية. يا أخي لازم أولا اللي يقرأ النظرية يقرأها على أن يقرأها بعمق. هب أن نظرية داروين صحت، هل تؤدي إلى ما تؤدي من النكران الخالق الأصيل للأشياء؟ ما تذكرهاش، إيش اللي فيها يعني؟ طيب هنيجي نسأله السؤال، يقول لك سؤال التعالي في الله، معنى سؤال التعالي أو المتواليات السؤالية. هنيجي نقول له طيب يا سيدي الإنسان عن قرد، والقرد عن إيه؟ عن كذا. طيب وده عن إيه؟ عن كذا. وده عن إيه؟ عن كذا. طب وبعدين هيجي في موقف يقول له وده عن إيه؟ ما يجدش عن آخر ينسبها إليه. إذن فلا بد من وجود خالق أوجد جراثيم الأشياء الأصيلة. مسألة يعني لكن إلى الآن أنت بتقول عليها نظرية، وما دام قلنا نظرية اقرأ يا ابن الكلام اللي هم قالوه عليها نفسه. يقول لك الذي أثر هذا التأثير في الأميبا الأولانية اللي عملت العمليات دي، لماذا لم يؤثر في الأميبات اللي موجودة الآن؟ اشمعنى أميبا واحدة هي اللي طلعت؟ يا أخي من ليه الفرنسي نفسه لما جه قادر للنظرية قال لك يا أخي تعال يا اللي بتقول إن الإنسان أصله قرد، أنا والله بستعجب الحكاية. طيب الإنسان ده أصله قرد، اتكونت خلية من ذكر، يعني أميبا طلعت ذكر وأميبا طلعت أنثى، لأنه ضروري ساعة ما يجي تكاثر هيوجد ذكر ويوجد أنثى، وبعدين يلتقي الذكر بالأنثى، يبقى أنتم اثنين، واحد ارتقى إلى أن يكون ذكرا وواحد ارتقى إلى أن يكون أنثى، وبعد ذلك موجودة الخصائص العامة لده هي الخصائص العامة لده، وبعد ذلك خصائص نوعية، بحيث إذا التقيا معا ينشأ جيل من جنس هذا وأيضا جيل من جنس هذا. نقول له يا أخي أنت بتحتج بشيء اسمه نظرية. اقرأ يا ابني البروتوكولات بتاعت صهيون، اقرأ في البند الثامن. في البند الثامن هناك يقول لك إن ما فعله داروين وكارل ماركس ونيتشه أمور رتبناها من قبل وسيظهر أثرها في الشباب غير اليهودي، أما الشباب اليهودي فقد طعناه بضد هذه المبادئ التي نتأكد من زيفها، كلها علشان تشكك في مسألة التدين. وبعد ذلك يعني اشمعنى بقيت قرود دلوقتي؟ طب القرود الغلبانه اللي فضلت وجندت على انها قرود فضلت ليه على انها قرود دلوقتي؟ والتاريخ الطويل ده عريض ما خلاش أميبا تيجي على شاطئ ولا في مستنقع كده وتقعد تعمل العمليه دي وتفاجئنا بانسان جديد او بشيء من لون اخر.